واش الدراري معكم الروبيو فيديو جديد. اليوم غادي ندويو على موضوع كنت باغي ندوي عليه. واحد خونا له واحد الجريده في الجروب هي اللي كنت باغي ندوي على نفس الاسئله، وشفت الاجوبه ديالو لقيتهم كلهم غلط، ولهذا جيت باش نصحح لي الاغلاط وحتى نتوما تستافدوا من هاد الاجوبه كاملين. هذا هو الجريده اللي كتبها الاخ، راه كيبان لكم في الصوره. المهم عنده كلشي غلط، نصحوا ليه وتستافدوا نتوما شويه. المهم هي الهضره الوحيده اللي قال زوينه في الاخر، قال لكم الدراري حيدوا الكلمه الناشفه راه شهر 8 هذا. دونك الدراري القدام راه عارفين بلي شهر 8 قلوبو كطيح فيها الساتوراسيون شويه، ولكن ما كيكونش شي فرق بزاف ديال الفلوس، كينقصوا غير واحد شويه. غير هي هذا العام زربات شويه، تسخفات في النص ديال شهر 7 وداخله في شهر 8، يعني شهر 8 غتزيد ترقد عادي. الصيف هذا كتصبر العام كامل حتى كتدخل الخبز، ما فيها والو. واحد شهر ولا شهر ونص فاش عندك واحد شويه غتريكيبيريها من بعد. دونك الدراري بلا ما نطول عليكم ونشوفوا الاسئله ديالو والاجوبه ديالو اللي هما غالطين ونصححوا منين وتستافدوا نتوما بالزربه. دونك السؤال الاول اش كيقول اسيدي؟ تيقول ما هي الضريبه السنويه اللي غادي تخلصها او اللي كتقدر ب 20%؟ هو كيدوي على ديك اللعيبه ديال 8 المليون اللي ديال لونتربرونور. دونك قال لك هو سيدي الا وصلتي 8 المليون في العام لونتربرونور غتاخذ لك 2 المليون. واش انت راسك في ثقبه ولا مالك؟ راه المقاول الذاتي راه كتاخذ 0.1% من الضرائب ديال الشركه اللي كتاسس انت. دونك الا ديكلاري شي 5000 درهم راه كتاخذ لك 50 درهم، هذه هي الضريبه ديالها. اما الضريبه السنويه اللي بانت جديده مؤخرا، هو اش قال لك؟ قال لك بلي 8 مليون غتاخذ فيها 2 مليون. راه ما كايناش هذه صاحبي بتاتا. اجي نشرح لك الحقيقه وفهموا معاك الدراري. ملي كتدخل 8 المليون داك العام كتفوتها، هذاك الشيء اللي كيفوت 8 المليون هو اللي كتاخذ منه هي بورسونتاج ديال 20%. نعطيك اكزومبل، الا دخلتي 9 المليون كتحيد 8 المليون الشيفر اللي وصلتي له وكتشيط لك مليون، هذيك المليون هي اللي غتاخذ لك منها لونتربرونور 20%. فهمتي؟ وقيد عندك على راسك. السؤال الثاني كيقول كينطابق مع السؤال الثالث، كيقول لماذا تم التلاعب بالكاش اوت عن طريق البرومو، ولماذا تم التلاعب بثمن الضريبيه وانزالها لدرهم 20 والصالير دو باز ايضا؟ الجواب ديالو هو واش كيقول لك؟ كيقول لي هما اكسبري زعما نزلوا لك هادشي باش تولي تاخذ الكاش اوت قليل ويولي يطلع لك البونيس كثير، باش يدوز لك البرومو البنكه بزاف، باش هما يبينوا للدوله على انهم تيخلصوا الناس بزاف. ودابا خويا دات الله قولي الحال كيدوز لك البنكه، طرتي دوز لك 2500 درهم البنكه حتى 3000 درهم الا خدمتي الكنزه كامله. وكاين ما كيخدمش الكنزه كامله، يعني غدوز لي 1900 1800 2000 وتقدر تاخذ من واحد 600 درهم ولا 700 درهم ولا 800 درهم في الكاش اوت من البالونس ديال الكنزه، وغتبقى لك غير واحد 1200 ولا 1100 ولا 1300. واش هاد لي شيفر غيبينوا للدوله على انهم تيدخلوا كندخلوا فلوس بزاف؟ دونك سالينا من هاد السؤال ديال التلاعب بالكاش اوت، غندوزو للتلاعب بثمن الضريبيه وانزالها. هو قال اكسبري قبل هذا البلان هذا، وكنشرح لك راس الثقبه علاش داروا هذا البلان هذا، وكما نقولش لكم علاش داروا البلان، حيت كتبقى الحريه ديالهم. الشركه كدير فيك ما بغات، لان اي شركه كتحكم فيك في السيستم كدير فيك ما بغات، وانت ما تقدرش تدور، ما تقدرش تحرك حتى شي ساكن. غير هو الا خدمتي عقلك غيبان لك بلي كوموند اللي كنتي كدي 12 درهم وليتي كدير ب 9 دراهم. يعني شنو هو الفرق؟ الفرق هو الا كان البونيس 1.50 وضربتيه في هاد الطراجي اللي كاينه دابا وفي هاد الكيلومتراج، كيعطيك نفس التعريف دو باز الاولى ونفس الكيلومتراج الاول، غير هو بلا بونيس. يعني بحال الطراجي الاولى والكيلومتراج الاول خدام به وما كاينش البونيس، الخانه ديال الساعه ما فيهاش البونيس زيرو. الا كان 1.60 ولا 1.70، 1.60 كتعني في البونيس القديم هي 1.1، 1.70 هي 1.2، 1.80 هي 1.3 في البونيس القديم. يعني انت غادي بهذا البونيس القديم في نفس الطريقه الجديده. ولا كان قل من 50 كان كذا و40 تنقص لك من الكيلومتراج اللي فات واحد 4 دريال، وكتبقى الطريق دو باز الاولى هي 4 دراهم فاصله 20، يعني خدام بلا بونيس وناقصه فيها 4 دريال. اما ملي كيمشي كيهبط لك حتى 30 20 النكاح ارجو، كتولي غادي بطريق دو باز والكيلومتراج مهلوك والبونيس ما كاينش بتاتا. هذا هو الفرق فين كاين برومو جديد والبرومو القديم. غير هذا كاع نار باش انت ما تجيبو ما غنشرحوش لك، غنخلي راسك يضرك. السؤال الرابع تيقول ما سبب الزياده في الكنز عن طريق ارقام وهميه؟ هاد الصديق قال بلي هما زادوا اكسبري باش يبينوا المقاول الذاتي اننا كندخلوا فلوس بزاف وينزلوا علينا الضرائب، يجيك زعما داكشي غالي، وفي الاخر قالوا ما تبقاش عليكم مقاول ذاتي، ما تبقاش عليكم تخلص داكشي غالي ومنك ليهم. اول حاجه خويا نصح لك واحد الفكره اللي عندك غلط، راس الثقبه. لابليكاسيون هي اللي زايدين فيها دوك لي شيفر. هاد البلان مطراجوش كاين، يعني ما نقدروش نحكموا عليه.
يقدر يكون عندهم شي ايرور في السيستم، يقدر يكون كيف ما قلتي شي بلان كيخططوا ليه هنايا، ولكن حنا ما نقدروش نحكموا دابا على داكشي يلاه باه. غنشرحوا لك اسي راس الثقبه علاش هضرتك ما كايناش. لان اول حاجه الشركات اللي كيديكلاريو لونتربرونور ديال العمال ديالهم كيديكلاريو ديريكت المقاول الذاتي من عندهم، وهما كيخصموا لهم لي شيفر من عندهم. انت سي راس الثقبه راه ماشي كلوفو اللي كتصيفط لهم شحال كتشيفري، راه انت اللي كديكلاري راسك. يعني كلوفو ما كتصيفط لهم والو، واش كتشيفري راسك نتايا في لابليكاسيون. هذه من جهه. ولا كانت كاع كلوفو هي اللي كتصيفط لهم لي شيفر ديالنا باش يخصموا لك هذيك الضرائب، ما غاديش تصيفط لهم لابليكاسيون راس الطارو، راه غادا تصيفط لهم الرابور اللي كيجيك في الجيمايل اللي كتشوف فيه فلوسك، هو اللي غتشدو غتصيفطو لهم، هو اللي غتاخذ منه. لابليكاسيون كتبين لك غير انت الارقام ديالك، وهما كيطلع لهم في البيسي في الكونط ديالك الارقام ديالك اللي كتدخل. يعني هما ما بغيتش يسكرينيو من البيسي لابليكاسيون ديالك وغيصيفطوا عليهم، الرابور هو اللي عليه كلشي، هو اللي كيتصيفط. يعني كلوفو ما كتصيفط والو، انت اللي كتصيفط. كيف ما فهمتوا الدراري شرحنا ليه كلشي صحناه. هو المره الجايه الدراري انا بعدا ما نقدرش نقول شي حاجه ما عارفاش غنسكتش، عارفه متاكد منه، عندي بريف غندوي. ما عرفتش شي حاجه غنسكت، ماشي غندخل نكذب على عباد الله وغادي نوصل لهم واحد اللعيبه وهميه. كاين هو ماشي بغى يكذب، راه هو من راسو فيه ثقب، كيسحب راسو شي حاجه كاينه راه ما قال حتى شي حاجه كاينه. المهم نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وتسناو الفيديو الجاي غيكون فيه Q&A، غتكون نجاوب على الاسئله ديالكم اللي طراو في لي كومونتير ديال الفيديوهات ديال الفلوس. نتلاقاو في الفيديو الجاي.